الرضاعه مهمه جدا، حتى ايام الجاهليه كانوا بيشوفوا المرضعه تاخد الطفل تطلع فيه في الباديه لحد ما يفضل عنده 4 سنين، مش بس عشان اللبن بس، لا ده عشان يتعلم اللغه ويتعلم ويتربى كويس وينشا نشأه سليمه وبعد كده ياخدوه. فالرضاعه كانت مهمه جدا حتى ايام الجاهليه، كلنا فاكرين ستنا حليمه السعديه مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقى مع ظهور الثوره الصناعيه والراسماليه والام بدات ان هي تنزل الشغل وتشتغل، فظهرت عندنا مشكله ان الام بتكون في الشغل والطفل في البيت محتاج يرضع، فاحنا لازم نشوف حل، يا اما ان الام تسيب الشغل. فبدانا نشوف على بدايل للبن الام. هل اللبن بقى قدامنا اللبن البقري، اللبن الجاموسي، لبن الجمال، لبن المعيز، لحد ما لقينا ان اقرب حاجه لتركيبه لبن الام زي ما ظهر معاك في الصوره كده، دي كده ده الصوره دي تركيبه لبن الام. لقينا اقرب حاجه ليها اللي هي اللبن البقري ولبن المعيز. فلكن اللبن البقري ولبن المعيز للاسف البروتين اللي فيه تركيبته تقيله على معده الطفل فبيعمل له مغص، وفي معادن اكتر من المعادن اللي موجوده في حليب الام، فبيبقى مشاكل على الكليه بتاعته. فعملنا عليهم تعديلات على اللبن البقري لحد ما وصلنا للتركيبه الستاندرد اللي ظاهره معاك دي. دلوقتي انا هسجل لك الشاشه وهتشوف الفرق وانا بشرح لك بالظبط زي ما هو ظاهر معاك دلوقتي. دي الحليب الصناعي وده تركيبه حليب الام. هتلاقي لحد هنا التركيبه واحده، على فكره دي التركيبه الستاندرد القياسيه وكل شركه بتضيف عليها اضافات ثانيه، بس دي التركيبه الاساسيه الموجوده في كله. على فكره دي معادن مش انزيمات، دي غلطه بس في التصميم نفسه. فهو بص لحد هنا دي التركيبه الستاندرد. فبدات الشركات عاوزه تنافس، فبتلاقي منتج شركه عاوزه تقوي المناعه فتزود معاه البريبيوتيك، تزود معاه النيوكليوتيدات، لا تزود معاه الاف اس او والاتش جي او زي ما ظهر معاك كده. ده عشان نزود المناعه. لا احنا عاوزين نزود الذكاء، نزود له الاوميجا 3 الاوميجا 6 اللي هو الاركيدونيك اسيد اللي كان عامل المشكله ده، ونزود فيتامين اي اللي هو اليوتين. لا احنا عاوزين هو لما بيشرب اللبن بيجي له مغص لان زي ما قلنا البروتين تقيل، فبنحل بنكسر له البروتين، فبيبقى نعمل حاجه اللي هو الكونفيرت. او لو هو المغص شديد ممكن في عندنا الاتش اي. في نقطه برضه نسيت انوع عنها، احنا في عندنا فرق بين الحساسيه بتاع الالبان، في منها نوعين، في حساسيه من بروتين اللبن نفسه وفي حساسيه بتكون من الكربوهيدرات. الحساسيه اللي بتكون من البروتين نفسه اللي هو فبنديله النوع الاتش اي، الكربوهيدرات بنديله النوع ال اف، والاثنين دول بيكونوا مع الدكتور ما بنستعملهمش من نفسنا. فزي ما انت شايف في بجانب اصلا ان القيمه الغذائيه لحليب الام هي اكتر من القيمه الغذائيه للحليب الصناعي. ده كمان الحليب الام بس قيمه غذائيه، لا ده هو لما الام بتحضن الطفل ويرضع بيتفرز هرمونات عند الام والطفل زي الاكسيتوسين والبرولاكتين. الهرمونات دي بتزود الارتباط العاطفي بين الام والطفل، وبتزود احساس الاثنين بالامان، بتقلل الاكتئاب اللي بيجي للام بعد الولاده. فمش بس على قد ان هو مجرد لبن قيمه غذائيه، لا ده ليه قيمه نفسيه سواء للام سواء وللطفل كمان. وزي ما انت شايف كده القيمه الغذائيه والقيمه النفسيه لحليب الام احسن 100 مره من القيمه الغذائيه من الحليب الصناعي. طب احنا ليه بنستعمله؟ والله دي القيمه الغذائيه لو الام الغذاء بتاعها سليم، يعني بتاكل اكل صحي. لا للاسف بتبقى عايشه دلوقتي على الشاورمات والاكل البروستد والاكل الغير صحي، فده بينعكس على تركيبه الحليب على تركيبه اللبن نفسه. فالافضل ان احنا نجمع بين الاثنين بحيث ان احنا ناخد الفايده النفسيه والفايده اللي موجوده في تركيبه لبن الام حتى وان كانت التغذيه مش كويسه، فبرضه ستيل ان هو تركيبته احسن. ونكمل بقى زياده، واحنا عاوزين ذكاء هنستعمل انواع معينه، لا احنا عاوزين الطفل يشبع لفتره اطول ونعرف والام تعرف تنام ما تصحاش بالليل فنستعمل نوع معين، لا احنا عاوزين نشوف مشكله الهضم والمغص فهنستعمل نوع حليب معين مع الحليب بتاع الام. ده افضل حاجه ان احنا ندمج بين الاثنين، لا نستعمل الحليب الصناعي لوحده ولا نستعمل لبن الام لوحده. افضل ان احنا ندمج بين الاثنين عشان ناخد احسن استفاده. وان شاء الله احنا هنوضح الفرق بين كل الالبان. فلو في نوع عاوز تعرفه او نوع انت بتستعمله عاوز تعرف ايه الميزه اللي فيه، اكتب لي في التعليقات وانا هقول لك ايه الميزه اللي فيه. اتمنى كده تكون الصوره وضحت. سلام.